وليد الركراكي استدعى أمين عدلي للمنتخب، وهذا اللاعب جديد على المنظومة. خلينا نعرفك عليه ونعرفوا شكون هو المشكل اللي كان بينه وبين وليد الركراكي. يلا نبداو. أمين عدلي تزاد في بيزي الفرنسية نهار 10 في شهر ماي سنة 2000، ودابا كيلعب في نادي باير ليفركوزن، وديجا تألق رفقة تولوز الفرنسي، حيث أنه قدر يتدرج مع الفئات ديال الفريق بمستوى مقنع وأساسي، خاصة قبل ما ينتقل للدوري الألماني. يعني في الموسم الأخير ليه مع تولوز قدر يسجل 8 الأهداف وعطى 7 ديال التمريرات الحاسمة، وقدر ياخذ أفضل لاعب في الدرجة الثانية في الدوري الفرنسي. وهنا بزاف ديال الفرق بغاو، منهم الباير وباير ليفركوزن، وهذا الأخير هما اللي تعاقدوا معه، ومدة العقد 5 سنوات، وقيمة الصفقة 8 مليون أورو. وفي الموسم الأول قدر يسجل 4 أهداف و4 تمريرات حاسمة، وفي الموسم الثاني قدر يسجل 7 أهداف و6 ديال التمريرات الحاسمة. يعني لاعب مهم بزاف. وفي هذا الوقت آنذاك كان كيلعب للمنتخب الفرنسي، ولعب في الفئات الصغيرة في اليورو والأقل من 21 سنة. جاء عنده وليد الركراكي وهضر معاه على إمكانية تمثيل المنتخب المغربي، وكل شيء اتفقوا عليه. ولكن كان واحد المشكل، هو انه فرض على وليد الركراكي ديك الساعه انه يبقى يلعب ديما اساسي. ووليد الركراكي ما عجبوش الحال وسد الملف، ومن بعد كاس العالم رجع تفتح هذا الملف. ومؤخرا في هذه الايام الاخيره اختار المغرب، وهنا غنشوف واش غيقدر ينقض على الرسميه ديالو في المنتخب